السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إيمان زهران. اللي أول مرة يشوف قناتي، إن شاء الله النهاردة هنعمل إيه؟ هتعملي إيه يا إيمان معانا؟ هتعملي فطير مشلتت. فطير المشلتت الملحم الفلاحي بتاعنا، وهنعمله بكذا حشو، هنعمله كمان سادة. يا رب كل حاجة بعملها تنول إعجابكم، ويا ريت الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس، وطبعا تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا. وقبل ما تعودنا لازم نصلي على أفضل خير خلق الله قبل ما نبدأ أي حاجة، قبل ما نبدأ شغل، قبل ما نبدأ أي حاجة لازم نستعين بالله. الفطير ده طلع حلو ازاي معاك ازاي يا إيمان؟ والله مش شطارة مني خالص، ده توفيق ربنا عز وجل، هو اللي بيحسن ما بين ايديا وبيطلع الحاجة حلوة. ليس لي أي دخل، أنا استعنت بربنا وربنا عز وجل أعني وطلع الحاجة زي ما انتوا شايفين كده. الفطير ما شاء الله قابض بشكل فظيع ومورق وزي ما انتوا شايفين كده. هنقول كل عوامل نجاح الفطير واسهل طريقه لفرد الفطير، بس كملي معايا الفيديو للاخر، وما تنسيش وانت بتتفرجي تعملي لايك للفيديو. هنقول مقاديرنا. انا معايا 2 كيلو دقيق، انا نخلاهم، والدقيق طبعا متعدد الاستخدامات. انا نخلاه واحط عليه معلقه ملح. معايا ميه قد ايه يا امان؟ اللي معايا الشفشه اللي هو المعياري، بيبقى عباره عن 100 200 لغايه ما يوصل لل1000. معايا خدت ال1000، وهحتاج كمان عليهم 250 جرام. بقد ايه يا امان؟ مج الشاي ب5 كوبايات من مج الشاي، معيار الميه 5 كوبايات من مج الشاي اللي بنشرب فيه العادي، زائد ربع كوبايه. طبعا انت ممكن تحتاجي ميه اقل حاجه بسيطه او ازيد حاجه بسيطه حسب نوع الدقيق معاكي. هنحط الميه بالتدريج، اهم حاجه العجينه ما تكونش تحت ايدك سايبه ولا تكون ناشفه. انا كده خدت خلاص الشفشه الاولاني اللي هو ال1000، وهبدأ اخد كمان 250. انزلي بالتدريج. نزول المية بالتدريج هيساعد العجينة تربي عرق. يعني ايه؟ الجلوتين بتاعها هيبقى ما شاء الله ناشط، يعني هيبقى فيها عرق. اما ما تنزلي بالمية مرة واحدة العرق مش هيتربى، وتفضلي تعجني كتير وايدك هتوجعك. واحنا دايما مبدأنا في الحياة ايه؟ اسهل حاجة بابسط الطرق. يعني هنبدأ ننزل بالمية واحدة واحدة، ننزل بالمية واحدة واحدة، بننزل بالميه واحده واحده. خلاص العجينه كده اتظبطت، خدت معايا اللي هو ال1000 الأول اللي هو الشفشق مملي 1000، وبعد كده رجعت حطيت 250 مية. هنا خلاص العرق بدأ يشتغل معايا والعجينة معايا مظبوطة. العجينة تحت إيدي مش بتلزق بس طرية، تحت إيدي مش بتلزق بس طرية، بس مش طرية سايبة قوي. ركزوا في القوام من العجينة متماسكة وماسكة نفسها. شفتوا العجينة عاملة إزاي؟ متماسكة طرية بس متماسكة. وشفتوا بعمل بإيدي، بتعلم إيدي بتعلم فيها طرية. هنا بعد ما عجنتها شويه ما شاء الله لا قوه الا بالله، خلاص ربت عرق وبقت فيها عرق. انا المفروض نجاح العجين ايه يا امان؟ او الفطير اصلا نجاحه ايه؟ نجاحه حاجتين: التسويه والعجن وتوريقه. التسويه هنقولها دلوقتي. العجن اللي انت لازم تعجنيه حلو، معلش ايدك هتتعبك شويه كده وانت بتعجني، معلش افتكري اي حاجه مضايقاكي واعجني، او حاجه بسطاكي وانت فرحانه وبتحمدي ربنا عليها، او حاجه مضايقاكي وقاعده تستغفري ربنا وتكتمي غيظك وتستغفري ربنا. انا دلوقتي العجينه بعد ما عجنتها حطيت نقطه زيت وهسيبها تفتح. والله يا جماعه نص ساعه، انا حاسبه معاكم كل حاجه. سبتها بعد نص ساعه كان هذا الشكل اللي انتوا شايفين. صباعي بحط الصبع بيغرز، هو ده يبقى خلاص عملت. وشفت شدت العجينه، يعني العجينه فيها عرق، العجينه فيها عرق بتشد معايا، عجينه طريه صبعي بيعلم فيها كده. العجينه 10/10. عملت ايه يا اماني؟ ال2 كيلو دي عجنتهم كور كبيره زي ما انتوا شايفين كده، لان هعمل فطير كبير وفطير صغنطوط. عملتهم كام فطيره؟ عملتهم 43 فطيره، 43 طبق. يعني الكور دي حوالي 53 يا جماعه، 53 كوره، لان عملت كل فطيره 12 طبقه، وفي فطيره كانت 14 طبقه. ببدأ أدهن الصينية من المادة الدهنية. معايا قد إيه سمنة؟ معايا نص كيلو سمنة وربع كيلو زبدة، وحطيت بتاع نص كوباية زيت يا جماعة. استخدمت نص كوباية زيت، يبقى السمنة نص كيلو سمنة وربع كيلو زبدة، معايا نص كوباية زيت. يعني مقدار السوائل كلها، المادة الدهنية كلها يعني كيلو إلا تمن، كيلو سوائل مادة دهنية إلا تمن.
ممكن انت ياخد معاكي العجين كيلو كامل، وممكن ياخد معاكي زي كيلو الا ربع، كيلو الا تمن، ده حسب انت الدقيق بيستقبل الماده الدهنيه ايه. طبعا انا في الاول فردت زي ما انتم شايفين بالزبده والبتاع، ومش عارفه اتحكم، الجوانتي بيزحلق تحت ايدي، وانا بالذات في العجين بحب احس بملمسه بايديا، فلازم أنا اعمل قدامكم بالجوانتي. فبدات اخد كده وبدات احس لا ده العجين هيبقى شارب زبده. بعد كده بدات افرد بزيت، يعني نص كوبايه زيت اللي انا ضفتها ما ضفتهاش يا جماعه على الماده الدهنيه، على السمنه والزبده، لا بقيت اخد في ايديا زيت كده، واحط على الرخام نقطتين زيت كده، وافرد على الرخام. بتفردي العجينه زي ما انت شايفاها كده من النص، نفردها على بايدينا كده، وناخد من جوه لبره، ناخد من جوه لبره، وبعد كده اقلبها على الناحيه التانيه، ويكون تحتها زيت او زبده زي ما انا عامله كده، وابدا افرد. كل ما هتحطي ماده دهنيه تفرد معاكي ما شاء الله، بقت رقيقه تماما. تشوفي اللي تحتها، يعني العجينه من تحت، تشوفي الرخامه من تحتها رقيقه جدا، بس عشان الرخامه بيضه مش باينه كده، بس انت هتشوفي وانا بشيلها دلوقتي قد ايه هي رقيقه رقيقه رقيقه. يعني اتقطعت منك ولا يهمك، احنا ما بيهمناش حاجه والله. لو عملت ايه هيطلع ان شاء الله ان شاء الله الفطير مش اي فطير، ويطلع احلى فطير، لاننا دايما بنستعين بربنا، هو اللي بيصلح ما بين ايدينا، وهو اللي بيخلي الفطير. طبعا انا عاملاه مش بسمنه بلدي، مع ان الفطير المشلتت اصله السمنه البلدي، بس انا هكون بضحك عليكي لو قلت لك انا حاطه سمنه بلدي، لا انا عاملاها بسمنه نباتي عادي، وحاطه زبده فرن عليها. لو طبعا سمنه بلدي الله عليها، بس مش متوفر عندك مش هنعمل، لا هنعمل وهيطلع احلى فطير. وقلنا والله جمال الحاجه مش بغلو الحاجه اللي انت بتعمليها ولا اي حاجه، الاستعانه بالله. انا كل اللي انا بعمله ببدا افرد الفطيره زي ما انتم شايفين، باخد من نص لبره، من نص لبره، ببدا انا مش عايزه اخد اللهم صل عليك يا نبي اللي كمية دهون كتير، فبدأت استخدم الفرشة عشان ما اخدش كمية كمية دهون كتير. اعذروني كده، انا ببدأ اهنك كده لما بكون مطبقة يعني، فمطبقة مش مطبقة هدوم، مطبقة صح. ربنا يحفظ أولادنا يا رب ويحميهم. ببدأ أهو، شفتوا ما شاء الله رقيقة إزاي، ببدأ طبقة فوق طبقة، طبقة فوق طبقة، وادهن. هنا قلت لا ده أنا ما دهنتش ولا طبعا مش عارفة أنا نسيت فقلت لا أنا أحط نقطة زبدة. المهم اللي انت تكون الطبقات انت فرداها حلو بالزبده، وتبداي تحطي فوق بعض. ابي امان الطبقه اللي تحت اكبر واللي فوق اصغر، ولا يهمك والله العظيم، ولا هيعجزنا حاجه ان شاء الله. ربنا عز وجل هيطلعوا احلى فطير. يحط الطبقات. انا حبيت اعمل الموقف ده معاكم، او اوريكم الحاجه دي. افرض وانت بتعملي، انا مش عندي ميزان ولا هعرف اقطع الكروت كلها زي بعضها، ممكن واحده تطلع كبيره واحده تطلع صغنطوطه، اعمل ولا يهمك، حطي زي ما يطلع معاكي. اهم حاجه الطبقه اللي هتقفلي بيها هي اللي هوريها لك دلوقتي. طبعا انا هقولها لك واحنا شغالين، عشان ما تقفليش على الفيديو وتقولي خلاص شفت الفطير بقى وكده انتهى، لا والله العظيم الفطير ده فيه كل عوامل النجاح. وبدل ما تروحي تجيبي فطيره انت مش عارفه عاملينها بماده دهنيه والحاجه طالعه ازاي، وانت عاملاها بصي بكل نظافه بكل حب، يعني بصي الحب مع النظافه، حاجه نظيفه انت عاملاها حلوه، حاجه صحيه لاولادك. تاني حاجة انت عاملاها بنظافة، يعني عاملاها قصدي بحب. ما احنا قلنا نظافة، انا مش بقول لكم بهنج، عملناها بحب. يعني بحب يعني انا بعمل حاجة اللي هياكلها ده احب الناس عندي، ان كنت هادي بيها هادي بيها ناس بحبها، ان كنت هياكلها ولادي دمت اغلى ناس عندي في الدنيا، ان كان اهلي هياكلوا منها اغلى ناس عندي في الدنيا. فطبعا انت بتعملي احلى حاجه لاحلى ناس انت يعني كل حياتك فيهم، فتطلع معاكي متخيلها يطلع طعمها طبعا مفيش وجه مقارنه بينها وبين اللي برضك. بحط هنا بقى، بدات احط زيت وبدات افرد بالزيت يا جماعه، بدات افرد بالزيت مش بالسمنه ولا الزبده عشان ما تشربش كتير. وفي الاخر هبقى اقوم حاطه نقطه زبده من اللي معايا، هو هستخدم زبده، يعني هبدأ افرد نقطة زيت من تحت، وبعد كده هحط نقطة زبدة. المهم هنا اتقطعت ولا همنا ولا همنا. بصوا انا قصدي اوريكم كل حاجة، الطبقات مش قد بعض، الطبقة اتقطعت ولا همنا احنا. بصوا ولا همنا ولا سحر وشعوذة، هنعمل ان شاء الله الفطير رائع وجميل باذن الله. احنا من المنصورة واصل صعيدية، يعني الفطير ده اصلنا، يعني بنت المنصورة معروف المنصورة بالفطير والحاجات دي. وطبعا بقى هناك بقى
عماتي بقى والفطير وكده، طبعا مش هيجي زيهم يعني، بس برضك هيطلع ان شاء الله فطير يعني يفتخروا اللي بنتهم عامله فطير حلو كده يعني. بصوا هيطلع ان شاء الله جميل. هنا بدات خلاص اظبط الطبقات والفطير، انا مرققاه جدا. خلاص قسمت كميه الفطير، يعني ايه مثلا هو اعملهم 14 طبقه، 7 تحت و4 فوق. بس انا لا، هنا بقى خليت مثلا هو اعملهم 14 هيبقى 9 تحت والسبعة فوق، يعني هخلي كمية الفطير اللي في الأرضية أكتر طبقتين من اللي على الوش. هنا حطيت جبنة موزاريلا وشيدر ورومي، وهنا حتة جبنة موزاريلا كانت عندي كده في التلاجة والله بقية جبنة، وبدأت أحط بقى إيه عندي، إما بيكون عندي حبة جبنة أقوم ربطهم في كيسة وأرمي، مش في الشارع، في الفريزر. بيجي وقت أنا عايزة أعمل حاجة ومش عندي، فيكون الحاجة دي متاحة معايا. الحمد لله رب العالمين. طول ما انت بتستعيني بربنا عز وجل والله العظيم، والله العظيم فعلا بييسر كل صعب. حبة زيتون هتقومي عاملاهم وتبدأي ايه تعملي ايه حشوة. دي حشوة بقى ايه زي اللي بيقول الفطير الشرقي. ممكن تحطي بقايا فراخ عندك مشوحاها، حتة لحمة معصجة، إيه بصي اي حاجة انت بتحبيها ولادك بيحبوها. طبعا انا شلت حق الصينية وحطيت تحتها البلانشة الخشب دي عشان الصينية هحطها في الفرن. لو اتحطيت إيه على الأرضية فيها سمنة هتخلي الفرن بقى ايه، وانا بصراحة كنت عايزة اسوي فيه واشوف نتيجته ايه. هنا ببدأ زي ما انتم شايفين اقلب وافد من نص البر، من نص البر انا ببقها خالص من الحروف ومن النص، وفي الاخر بقوم شايلاها إيه النص ما ببقاهوش غير سنة بسيطة، واقوم شايلاها زي ما انتم شايفين. شفتوا رقيقة كده ازاي؟ شفتوا الرقيقة ازاي؟ اكيد باينة لما حطيتها فوق الزيتون والحشو رقيقة. ببدأ اشد بقى، سبت فيها ايه سنة ايه ترقيق، يعني سبت فيها ما بقتهاش خالص عشان لو حطيتها وجيت اشد كده هتتقطع، فخليتها رقيقة بس مش لاخر حاجة. قلت سنة الترقيق الاخيرة هعملها وانا بفرد على الفطير. طبعا انا حاطة البلانش دي عشان اجيب الصينية قدامكم وابدأ اعمل، لان زي ما انتم عارفين انا بشتغل لوحدي، محدش فضيلي يعني، ربنا يعين كله على حاله. إيه ولادي نايمين ربنا يعينهم، وانا بشتغل بعد الفجر، وده احسن حاجه طبعا اللي انت تشتغلي بعد الفجر، ربنا بيحسن ما بين ايديك والحاجه بتطلع حلو. النبي دعا إيه للبكور، اللهم بارك لامتي في بكورها، يعني في صباحها. هنا شفتوا رقيقه جدا. ببدا اقرب كده وببدا اللي انا اعمل إيه وانا شغاله. طبعا الحمد لله ربنا بارك لي في ابني، كل يوم بيضيع الدرس بتاع الصبح فصح عشان درسه. طبعا انا شغاله وبنادي، بصوا يلا الدرس فاتك، فاهماني؟ الميكروفون شغال، الميكروفون يعني والله العظيم الناس اللي جنبي دول بيصعبوا عليا، انا مشفقه عليهم من الزعيق اللي انا بقعد ازعقه. طبعا ده حالنا كلنا مع اولادنا عشان الدروس اللي بتفوتهم والنوم طبعا بيسهروا والدروس بتفوتهم. ببدا برضك اعمل زي ما انتم شايفين، افرد من نص البر وابدا اخد زي ما انتم شايفين. دي اخر طبقه. بعمل ايه بقى؟ الطبقه الاخيره دي لازم تكون اكبر طبقه، زي ما انتم شايفين كده. اكبر طبقه هي الطبقه اللي على الوش، يعني اكبر طبقه في العرض يا جماعه. يعني شوفي انا باخدها زي منديل كده بغطي بيه وابدا ادخل لي جوه. شفتوا انا بعمل ايه؟ بدخل بتني لجوه. الطبقه الكبيره دي بتني لجوه، ولا بقى تتني ولا تفردي ولا. بصوا شغل يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. وده عملته معاكم من سنه ونص او سنتين اول ما فتحت القناه. دي الطريقه طبعا باين وانا بتني كده قد ايه الهوا اللي في الفطيره، قد ايه الهوا اللي في الفطيره. يبقى احنا بنعمل كده بنحط. طب بعمل تاني فطيره معاكم، ببدا افرد زي ما انتم شايفين. باخد الزبده طبعا الجوانتي زي ما انتم شايفين شاري بسمنه وزبده، يعني انا مش عارفه. بصوا انا والله العظيم كنت بفصل معاكم وبقلع الجوانتي وابدا افرد، لاني مش عارفه اشتغل بيه تماما. انت ما شاء الله يطلع معاكي كمان احلى مني، لانك هتفردي يعني بصباعك هتبداي تفردي ما شاء الله، تاخدي من بره لجوه وتبقى الفطيره رقيقه. هنا بفرد زي ما انتم شايفين. هنا طبعا خلاص الفطير دوت قد بعضه. انا حبيت اعمل معاكم اللي هو لو انت الفطير معاكي مش عارفه تعملي الطبقات قد بعض. انا دي تاني فطيره عملتها، يبقى عملت فطيرتين محشيين، ودي اخر حاجه زي ما انتم شايفين الطبقه الكبيره اللي انا بغطي بيها اللي هي الغطاء بتاعه، وابدا اغطي بيها الفطيره وادخل من تحت، ادخل من تحت. بصوا بدخل بايدي ازاي، بدخل من تحت الفطيره. يبقى بغطي بالفطيره الكبيره
الوش وبدخل. اهم حاجه الفطيره الكبيره دي اوعي تتقطع، حاولي بقى بصي تسحبي لها توشوشي لها تعملي اي حاجه، المهم ايه اوعي تتقطع، لان دي هي اللي هتخلي الفطير معاكي يطلع مورق معاكي. هنا معايا ربع كيلو عجوه، هعمل بيه فطيره كبيره كده حلوه محترمه. هبقى العجوه واعملها رقيقه وخلاص. انا عملت الفطير زي ما انتم شايفين كده كذا طبقه لغايه ما وصلت لاكتر من نص، يعني مثلا 9 طبقات والسبعه هحطهم على الوش. وهبدا ايه، او مثلا دي كانت 15 طبقه، إيه مثلا هنفترض على انها ال 15 هيبقى مثلا 10 طبقات من تحت والخمسه من فوق. وهبدا ايه اعمل برضك افرد الفطيره، بنفردها على زبده وسمنه، من حاطه ربع كيلو زبده على نص كيلو سمنه، وببدا افرد. شفتوا الفطير رقيق ازاي ما تقطعش معايا ازاي؟ وابدا افرد زي ما انتم شايفين. ابدا احط الطبقه كده، ابدا احط الطبقه كده ماشي. ابدا اعمل ايه، ابدا احط الطبقات فوق بعضها. الفطيره الاخيره دي هتبقى الفطيره الاخيره، ناخد من النص ونطلع لبره، ناخد بالنص. خليكي حاسه بملمس العجينه، خليكي حنينه مع العجينه، بلاش تتعاملي بعنف. يعني بصي خليكي حنينه معاها، كل ما تكوني ناعمه معاها وحنينه كل ما العجينه مش هتتقطع معاكي. اتقطعت معاكي مش مشكله، هتتدابى، كل ده هيبقى تحت العجينه ومفيش حاجه. انا اتقطعت معايا اهو، مش قاعده اقول لكم حنينه، ده كلام، سيبكم الكلام ده، احنا ولا ولا حنيه ولا حاجه. بصوا اتقطعت معايا، لا بجد والله. طول ما انت حاسه بملمس العجينه وانت حاسه بلمستها، طول ما العجينه مش هتتقطع معاكي. خلاص اتقطعت مش مشكله، كل ده يبقى من تحت. ببدا زي ما انتم شايفين المها من تحت كده وادخل ادخل ادخل من تحت. ده الغطا بتاع دي الفطيره الاخيره اللي هي بالعجوه. وكان خدت مني ربع كيلو عجوه. خلاص الفطير هنا هبدا افرده ما شاء الله ارتاح. وزي ما انتم شايفه الفطيره هتاخد الصينيه. انا مش هبقى قوي، انا عايزه الفطيره معايا ملحمه، فهبقها حسب ما انا عايزه. هبدا افرد كده ما شاء الله بايدي الفطيره 10 على 10. عندك حته قشطه من بتاعه اللبن ممكن تحطيها على الوش، هي والله العظيم كانت مش محتاجه حاجه، والله بفضل الله كانت جميله، بفضل الله من قبل ومن بعد كانت جميله ورائعه. وبالذات اللي انا هنا بقى اللي بالحشوه الجبنه، كان فاضل معايا حته جبنه كده فحطيتها على الوش كده عشان اميزها، يعني ايه اميزها اللي هي دي محشيه. المهم يعني ايه، هي حته فضلت فقلت هنا في التلاجة ملهاش لازمه احطها على الوش وخلاص. ببدا افرد الفطيره زي ما انتم شايفين كده بعد ما بسيبه يا جماعه يرتاح. يعني ايه، عما بخلص الفطيره اول فطيره بداتها ببدا افردها، يعني اخر فطيره اللي انا بفردها دي فردتها بعد ما بدات افرد اول فطيره ماشي. دي اللي هي فطيره العجوه، بدات فردتها كده ومش عايزاها برضك تكون رقيقه. هاخد الحاجه واشيل الحلل على دماغي، قصدي الصواني على دماغي، وهطلع على السطح بقى اجرب فرن البوتاجاز. النار على العالي يا جماعه، محميه الفرن والشوايه من الجوانب زي ما انتم شايفين كده مش عاليه قوي. هنا عليتها عشان خلاص هتاخد الوش. وكانت دي اول فطيره اللي هي بالعجوه، وكانت إيه كنت بجرب السوي فيها. يعني ايه بجرب، انا اول مره اسوي فيه فبشوف الفطير سويه ايه. فاول فطيره دي خلاص اتحمرت مني عادي، خلاص بعد كده عرفت السوي. النار زي ما انتم شايفين من الجوانب على الهادي، الفطيره ما شاء الله عاليه. قبت ازاي؟ لاني معليه النار من تحت، البوتاجاز من تحت على العالي، وبعد كده والنار من الجوانب على الهادي. بعد كده لو حاسه اللي عايزه تحمر من فوق بقوم رافعه، بعد ما اتاكد رافعه الشوايه سنه تحمر، بعد ما اتاكد اللي هي من خلاص من تحت خدت اللون واستوت، واقوم مهديه النار بتاعه الارضيه اللي هي ارضيه الفرن. اهدي هنا بعد ما طلعت ما شاء الله لا قوه الا بالله. ابا ازاي ورائعه الفطير والله يا جماعه رائعه. يبقى الفطير عايز نار حاميه عشان يغلي. اول ما يغلي دي اللي بتاعت العجوه اللي كنت بجرب فيها اتحمرت سنه كده بس كانت رائعه. وبقيه الفطير ما شاء الله لا قوه الا بالله بفضل ربنا كان رائع وملحم. والفطير كان بيتكلم عن نفسه، او بمصر بتتكلم دايما عن نفسها. إيه عملت ما شاء الله 4 فطاير محترمين، محترمين بمعنى كلمة محترمين، يعني ولاد ناس. الفطيرة الأرضية بتاعتها رائعة، السوي بتاعها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الفطير يا جماعة أنا كنت بصوره لكم والله العظيم وهو سخن، يعني أنا بحلف بالله وهو سخن، يعني ما غطيتوش. أول ما طلع زي ما انتوا شفتوا كده أنا حطيته فوق بعض وغطيته بالصينية عشان أنزل بيه من على السطح. أنا في الدور التاني ونزلت من البرج الخامس، من الدور الخامس.
فعما نزلت من على السطح يعني هي دي الفترة اللي انا غطيته فيها. وبعد كده بدأت اللي انا اصور، يعني بدأت اللي انا اصور لان خلاص كانوا هياكلوا منه، مش هينفع ان انا استنى شويه. لو استنيت مش هلاقي الفطير اصلا ولا الصينيه اللي انا بقدم عليها. فبدات ان انا اصوره وهو سخن، وكان فعلا والله العظيم ما شاء الله لا قوه الا بالله زي ما انتم شايفين طبي، فعلا فعلا بمعنى كلمه طبي. الفطير حلو وكان يعني ما شاء الله. نبدا نقطعه مع بعض. هنا بقى اوريكم الارضيه بتاعته ما شاء الله واخده لون حلو جدا. يبقى الفرن لازم أن يكون من تحت على العالي عشان الفطير يغلي معاكي. اول ما بيغلي والشوايه اللي هو جوانب الفرن على الهادي. انا ما عنديش الفرن اللي هو اللي بيقولوا عليه الغاز ده، الفرن اللي هو بانبوبه ده ما عنديش. اعمل ايه؟ دي اللي محشيه بالجبنه. هعمل ايه؟ هتسويه زي ما انا سويت معاكم كذا مره في الفرن اللي هو بتاع البوتاجاز العادي. هتشيلي الارضيه بتاعه الفرن اللي هي الصاجه من تحت عشان النار تبقى باينه، وتحطي اللي هي الشبك على اعلى من يعني في تاني رف من في قريبه للنار عشان تبقى والنار على اعلى حاجه، وتفتحي الشوايه من فوق على الهادي عشان تساعد على قلب الفطيره. يبقى النار من تحت على العالي والفطيره على تاني رف، وشايله الارضيه بتاعه الفرن وحطها على رف الشبيكه، يعني عشان يبقى النار محوطه الفطيره عايزه يا جماعه نار حاميه. ما شاء الله باين رقاته ازاي. طبعا انا بصور لنفسي، فجيت بنتي وانا بصور قلت لها امسكي لي بقى الموبايل خليني اصور، حاسه الحاجه مش باينه. طبعا نسيت اقطع معاكم الفطيره اللي هي الساده، يعني نسيت خالص اللي انا اقطعها والله. بس ان شاء الله ما قدر فعل. الحمد لله اكيد باين رقات الفطير ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا رب كل حاجه بعملها تكون نالت اعجابكم. اللهم ارزقنا القبول. اللهم اصلح ما بين ايديا وما بين ايديكم. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم وعلى قلبكم. العجوه انا خدته ربع كيلو عجوه، بققته وعملته على شكل دايره وحشيت الفطيره. الحشو ده بيرجع لك اي حاجه. بعتذر على كتر الكلام. يا رب يكون الحاجه نالت اعجابكم. والفطير انا قلبته لكم وش وظهر ما شاء الله، الوش عامل ازاي والظهر عامل ازاي. يا رب كل حاجه تكون نالت اعجابكم. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. حاجة مهمة برضك نسيت أقولها لكم، اللي المفروض الفطير أول ما يطلع تشيليه من الصينية اللي استوى فيها عشان هي خلاص طردت كمية السمنة أو الزبدة الزيادة اللي فيها. فأول ما تطلع انتي هتشيليها، فهتصفي كل السمنة، تشيليها من السمنة اللي هي